الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ. الفيديو أنا كنت عامل فيديو من كام يوم كده، كنت بقول فيه خدعوك وقالوا لك إن المشروع الأرانب هيخليك مليونير، وقلت فيه ان متوسط الربح بتاع الارنب من 100 جنيه ل 150 جنيه. ده بناء على ان انا من يوم ما اشتغلت في موضوع الارانب انا عامل سجل بصرف كام، سواء علف سواء ادوية سواء اي حاجة انا بصرفها على الارانب، والدخل اللي بيخش لي من الارانب كام. فلقيت متوسط الربح بتاع النتاية من 150 ل 100 جنيه. فنقلت التجربة بتاعتي لحضراتكم. طيب، اخ عزيز فاضل خش عليا وانا بحترم رأيه جدا، وقال لي لا يا جد عصام كلامك مش مظبوط، انت العلف اللي بتأكله ناعم، انا بأكل علف نوع معين وذكر اسمه، والسلالة اللي عندك مش كويسة كمان. الارنب وعمل لي حسبة كده، قال لي ده الارنب بيكسب 800 جنيه شهري. انا رديت عليه بصراحة، قلت له يعني معنى كده حضرتك ان لو واحد جاب 10 ارانب هيعملوا له في الشهر 8000 جنيه؟ يعني اقول للشباب واقول لاي حد شغال اشتري 10 ارانب وبلاش تشتغل وهيدخل لك 8000 جنيه، ولو حظك حلو وجبت مثلا 20 ارنب هيخش لك 16000 جنيه في الشهر. طبعا يا جماعة انا بحذر كل واحد من انه يصدق الكلام ده. حتى في الكلام بتاعه بيقول لي بما معناه يعني ادي العيش لخبازه، او كل واحد اضرب شغله، او الكلام ده يقصد مثلا المزارع الحاجات دي. لا يا جماعة، ده انا هنا عندي في المشروع بتاعي ده وفي اللي انا عامله، اولا ما بدفعش عمالة، ما بدفعش ايجار، ما بدفعش نور، ما بدفعش مية، ما بدفعش وما بدفعش ما بدفعش كل ده. طيب اجي النهارده لصاحب المزرعة او واحد بيراوده حلم ان لا ده انا لو اتوسعت هكسب اكتر. لا يا حبيبي، تعال نحسبها. اولا انت لو اتوسعت وعملت مزرعة جامدة، ده انت لازم تجيب شفاطات ولازم خلايا تبريد وكده، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لازم تجيب عمالة، هتدي الاقل واحد فيهم 5000 جنيه في الشهر. لو ما اديتلوش 5000 جنيه في الشهر اتأكد ان هو هيسرقك. لو جبت 2 ادي 10000 جنيه في الشهر. طيب ايجار المزرعة كام؟ النهاردة اقل ايجار لاي مزرعة 10000 جنيه في الشهر. مش كل ديت مصاريف هتتحمل على الارنب؟ يبقى ازاي المزرعة هتكسب اكتر ما انا بكسب؟ اقول لك المزرعة عارف بتكسب من ايه؟ هقول لك يا سيدي، وكلامي ده هيزعل ناس كتير قوي مني واصحاب مزارع والكلام ده. اقول لك انا بيكسبوا من ايه. بص يا عم الحاج، النهارده حضرتك لما بتيجي تبني بيت، وركز معايا في الكلام، انت بتروح الاول تجيب الحديد من واحد مخصوص بتاع حديد، صح؟ طيب، وبعد كده بتروح تجيب الطوب من بتاع الطوب، وبعد كده بتجيب الاسمنت والكلام ده من واحد تالت. يعني لما بتيجي تبني بيت او تعمل مشروع بتجيب كل حاجة من المكان المتخصص فيها. طيب النهاردة ناس كتير الا من رحم ربي بتعمل ايه يا عم الحاج؟ هقول لك بتعمل ايه. الارنب زي ما قلت لك مكسبه مش كبير. طب هم بيعملوا ايه؟ بص بقى، انت رايح تشتري 4 نوتي وذكر، وفي دماغك هتدفع لك 2000 جنيه ولا حاجة زي كده، تفوجئ ان انت خارج من عند الراجل ده
دافع لك 5-6 آلاف جنيه. ايه ده؟ ايه اللي جرى؟ هقول لك يا سيدي ايه اللي بيجرى. الناس دي بتبقى واخده مش توكيلات، لا، في مصنع بطاريات بيورد لهم البطاريات. لو البطاريه ب2000 جنيه هو بيبيعها لك ب2500 جنيه. يبقى انت رايح تشتري ارانب، راح بيع لك كمان بطاريات. يكسب منك من البطاريه كام؟ 500 جنيه. وبعدين يقول لك ايه ده، انا بعمل علف باسم المزرعه بتاعتي او كده. الكلام ده غش وكذب. ليه بقى؟ لان النهارده عشان تعمل مصنع علف مش اقل من 3 مليون جنيه. المعدات والدكاتره اللي موجوده في مصنع العلف والخامات. اللي بيحصل ان هو بيروح لاي مصنع علف ويقول له عبيلي الشكاير دي وعليها اسم المزرعه بتاعتي، ويقول ده العلف بتاعي وانا اللي بنتجه. هو انت متخيل حضرتك ان مصنع العلف اللي هو بيقول لك ان العلف ده بتاعه وكده، ده لازم يشتري يوميا خامات ذره وفول صويا وبرسيم حجازي وادويه وحاجات عشان تبقى كده. وبعدين ده المفروض بيخزن، والمصنع بتاعه ده شغال فيه ناس وكده. دي مش حقيقي. الحقيقه ان هو بيودي شكاير عليها مصنع اسمه الشكاره عليها اسم المزرعه بتاعته، ويقول لك ده العلف ده بتاعي، وبيبقى مقتصد فيه جدا. خلي بالك كمان، ده هو عايز يكسب من العلف، يقوم يبيع لك كمان ايه؟ علف. يا ريت بقى الموضوع بينتهي على كده. لا، ده انت بتفوجئ ان هو يقول لك لازم تاخد بقى ايه؟ الادويه دي. يقول لك ده جدول الميه. بيبقوا متفقين مع شركات الادويه. شركات الادويه بتورد لهم الادويه دي وبتحاسبهم بالاجل. وبعدين حضرتك تروح تشتري، يقول لك خد فيتامين سي ومضاد سموم وفاتح شهيه وبرمكسات ومش عارف ايه، ويشللك ادويه قد كده ب500 جنيه او ب1000 جنيه. طب ما انت لو ناصح افتح كده الشكاره بتاعه العلف وقول له هو مش الحاجات دي كلها موجوده في مكونات العلف؟ لا، ده صاحب المزرعه او صاحب المكان ده بيحب يكسب منك، ولو طال يحلبك هيحلبك. يبقى كسب منك مكسب بسيط في الارنب، خد بالك بقى، وكسب منك في البطاريه، وكسب منك في العلف، وكسب منك في الادويه. هو ده الشغل اللي شغالين بيه، وهو دون اللي ماشي في السوق الا من رحم ربي. خد بالك، الا من رحم ربي. ادي مكونات العلف اهي، ورقه اهي لقيتها. بص حضرتك اهي، اقرا كده بقى. مكونات العلف: مضاد فدر سموم وبيرمكس ومنشط مناعه وليسين وموسيلين وخمائر ومش عارف ايه وسيلينيوم لزياده الخصوبه والكلام ده كله. طب هو بيديك الحاجات التانية دي ليه؟ هو العلف بتاعه مضروب؟ اه يا حبيبي مضروب، الا من رحم ربي. خلي بالك، لو عايز تبدأ المشروع صح جهز المكان بتاعك. روح المكان اللي بتتباع فيه البطاريات، اشتري البطارية بتاعتك بمعرفتك، لان هم البطاريات اللي بيبيعوها، واي واحد سامعني يراجع البطارية بتاعته هيلاقي السلك بتاعها اللي هو ده حوالي 1.5 ملي او 2 ملي. كل البطارية كده. انما لا، ده الشغل البطاريات الصح هو عمل كده ليه؟ عشان يكسب. انما شغل البطاريات الصح، بص حضرتك، دي تخانة، ركز معايا. بص بقى القوايم اهي، بص التخانة دي قد ايه، ودي تخانة، والارضية تخانة. كل حاجة لها حاجة. فانت نصيحتي لك اشتري الحاجة بتاعتك البطارية من مصنع البطاريات. دي نمرة 1 ما فيهاش كلام. العلف
شوف نوع علف كويس واشتغل بيه واتكل على الله. اي نوع علف موجود في السوق، انا باكل علف اسمه تايجر فيد، وقلت قبل كده يا جماعة انا ما بتاجرش في العلف. انا الشركة دي اللي هي شركة تايجر فيد بعتت لي قالت لي جرب العلف بتاعي، جم ليا كتر خيرهم استاذ عصام واستاذ رمضان من جمصة جايبين لي 4 شويلة علف. قلت لهم هجرب العلف، لو حلو هشتغل بيه، لو وحش مش هشتغل بيه. جربت العلف طلع ممتاز. جيت طلبت العلف بعد كده، قالوا له حضرتك يا استاذ عصام عشان ما تتحملش تكلفة نقل يبقى لازم بنبعت لك على الاقل 2 طن ونص او 3 طن. فانا بعمل ايه يا جماعة؟ باخد العلف ده باكل منه، اللي بيفيد مني ببيعه بسعر جملته للي بيطلبه. انت فاهم معنى كلامي؟ ببيعه بقول تاني بسعر جملته للي بيطلبه واللي بيجربه وبيلاقي حلو. انا لقيت العلف ده حلو قلت كويس، العلف ده يا جماعة كويس. يبقى نصيحتي لك شوف حد جنبك بيبيع نوع علف كويس، اشتري بطارياتك بنفسك، اوعى تستعمل ادوية او الكلام الفارغ ده كله. لو العلف نضيف هيغنيك عن الكلام ده. قسما بالله العظيم والله العظيم ما بحط اي نوع فيتامينات في جردل المية ده، لان العلف هو اللي مكفيني. اوعى حد يضحك عليك، وخليك شاطر وخليك ناصح. الفيديو اللي جاي مفاجأة، اوعى حد يقولك ان انت هتبقى مليونير تاني. انما انا هقولك على حاجة، انت عايز تعمل مشروع هتبدأ ب4 ارانب وذكر، خد بالك من كلامي. انا هخليك صاحب مزرعة فيها على الاقل 50 ام او 100 ام في خلال سنة من 4 امهات وذكر. والكلام المنطقي اللي انا بقوله، انا هخليك صاحب مزرعة في خلال سنة ب4 امهات وذكر بس. اتفرج على الفيديو اللي جاي وهقول لك هتعمل ايه. والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي واحترامي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.